هذه الروايات الروايات تقول هذا القرآن محرف. سأريد لك أكثر من 20 آية، لكن يقولون هم هذا القرآن محرف. طيب هذه إذن لماذا؟ وإيران إيران هي طبعت كتاب قبل 15 سنة، كتاب فصل الخطاب، واعترف أحد الشيعة المناظرين لي في من القلب قال طبعته إيران ثم سحب من إيران، ثم ينفي هكذا. الكتاب موجود أمامي، والطبرسي إمام مشهور وهذا كلامه حرفيا في تحريف القرآن. لكن هذه واحدة. إذن لو أي رواية تمس علي كانوا شطبوها من أولها لآخرها. تصور رجل دخل على المنبر وقال على المنبر: أيها الناس، يقولون الناس إني أبي كذاب وأمي عاهرة، ثم ينزل على المنبر ولا يعلق شيئا. يا ترى كتاب الله أعظم أم فاطمة أم علي رضي الله عنها؟ لا يوجد رواية من قريب أو بعيد مثلا أنه غمز بعلي، وإن كان عندهم وهم لا يشعرون. نعم. كما سنأتي على ذلك. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ عدنان، عفوا لك دقيقتان، أنت خدت 3 يبقى لك عندي دقيقتين. طيب. الشيخ علي الخفاجي معنا على الهاتف. أهلا بيك يا شيخ علي. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بنوره إلى يوم الدين. أما بعد، تفضل. فأحيي هذه الفضائية المباركة بتحية الإسلام، ألا وأشهد أن هذا الاسم المبارك هو مفتاح إلى الصفاء مع الله سبحانه وتعالى، ودعوة للمؤمنين لتصفية القلوب وللسير على مرضاة الله تبارك وتعالى. ونحن نحييك شيخ علي. اللهم بحرمة القرآن الكريم صفي بنورك من يعمل في فضائية الصفا يا الله. آمين. وبمن يسمعها. وتحياتي لأخي المقدم ولضيفيك الكريمين، لك التحية. وأقول لهما: يا أخوي الكريمين الطيبين، لكم مني من أرض العراق، من أرض الجروح العميقة المبتلى بهذه الطائفية، خذوا منا مؤسسة الحوار الإنساني في العراق. شيخ علي هل تسمعني؟ لك 3 دقائق في الحوار فقط. شيخ علي عفوا على المقاطعة، هل تسمعني؟ هل تسمعني شيخ علي؟ لك 3 دقائق. نعم. لك 3 دقائق تطرح فيها وجهة نظرك، تفضل. نعم. تفضل. أخي الكريم الحبيب، مؤسستنا اكتسبت خبرة عظيمة في جمع الشمل ولم شتات الأمر في العراق. نعم. نحن علماء سنة وشيعة اجتمعنا في هذه المؤسسة بعد أن دخلت القوات المحتلة إلى العراق وحصل في العراق ما حصل. نحن علماء نبتغي الحقيقة، نبتغي لم الشمل ووحدة الصف. عملنا على مبدأ واحد، نعم، أن نبحث عن النقاط التي تجمعنا لا التي تفرقنا. نعم. فضيلة الشيخ علي، عفوا يا شيخ علي، بعد إذن حضرتك شيخ علي يعني لك التحية ولكل أهلنا في العراق التحية من المجاهدين الذين يجاهدون الاحتلال ويحاولون تقريب وجهات النظر وتوحيد شطري الأمة هناك. لكن محور الحلقة اليوم من ضمن العقبات التي تحول دون وحدة هذه الأمة أن هناك تحريف للقرآن، وأن هناك نسخ لهذا المصحف ولهذا القرآن متواترة بين أهل الشيعة. ما رأيك في هذا؟ تفضل سيدي الكريم. في 3 دقائق فقط، تفضل. من شمال العراق إلى جنوب العراق لا يوجد مصحف محرف. نعم. والذي يدين الناس به هو الكتاب الذي أنزله الله
على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم. نعم. وأنا التقيت بكبار مراجع الشيعة في العراق من السيد السستاني فمن أدنى منه مرتبة، وبحثنا معهم هذه المسألة وسألناهم، فما أقر واحد منهم إطلاقا بوجود مثل هذه المسائل. إثارة هذه المسائل وبأسلوب الطرح الذي يستفز الشخص المقابل يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المشاهدين. فيحصل تراشق بالرسائل وبالمسجات وبالطروح المختلفة، مما يسبب أذى أكبر من الأمر الذي نحن نبتغيه، الذي أرجوه من الضيفين الكريمين المتفق عليه أن القرآن هو واحد غير محرف، ولا يختلف اثنان على أن القرآن من قال في أنه محرف وفيه حرف واحد زائد أو حرف واحد ناقص فهذا كافر. من قال هذا الكلام كافر خارج عن الملة. نعم. فضيلة الشيخ علي، فضيلة الشيخ علي، أنا استأذنك فضيلة الشيخ علي بعد إذن حضرتك، يعني هناك فاصل نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل حديثنا معك. انتظر وابقوا معنا. فاصل ثم نعود. عدنا إلى حضراتكم أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ونجدد لكم التهنئة بشهر رمضان الكريم المبارك، شهر العفو والتسامح والتقريب بين وجهات النظر ووحدة الأمة، لأن تصطفوا صفا واحدا 5 مرات يوميا، فلا بد أن تكون الصلاة قدوة لنا جميعا في الاصطفاف حول كلمة سواء. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ علي الخفاجي من علماء الشيعة من العراق. تفضل الشيخ علي، عفوا على أننا أطلنا عليك المقام. تفضل. أخي الكريم، أنا كنا نتحدث، كنت تقول الشيخ علي، فضيلة الشيخ علي بعد إذن حضرتك، كنت تقول أن ليس هناك قرآنا آخر وأنه مصحف واحد يتعبد به في كافة علماء العراق. الشيخ عدنان هيرد عليك شيخ علي، تفضل. أيها شيخ علي تفضل. الأستاذ المكرم. بالمناسبة يا أستاذ، تفضل. أنا لست بشيعي مع احترامي لإخوان الشيعة، أنا مذهبي شافعي. أنت شافعي، نعم. أنا من عفوا على الكلام، أنا أرى من الزي فقط، يعني أنا قلت هذا من الزي. لا هذا الزي الذي يلبسه علماء السنة. نعم تفضل. طيب. شكر الله مع احتراماتي للأخوان الكرام. نعم. طيب، شكر الله سعيكم في التوحيد بين أهل السنة والجماعة، لكن أنا أود أن تكتب الأسئلة التالية وتسألهم ما دام أنت تسعى في وحدة الصف. المسألة الأولى: لماذا أوردوا أكثر من مئات الروايات في كتبهم من أن القرآن محرف؟ نريد هذا جواب. ليه؟ ما من كتاب شيعي رئيسي من كتبهم الرئيسة المرجعية إلا ذكروا هذا الأمر. لماذا؟ السؤال الثاني: لماذا يطبعون هذه الكتب تكرارا ولا يعلقون ولو من قريب أو بعيد بكلمة واحدة أن هذه الروايات باطلة؟ هذا الكلام غير صحيح يا شيخ. لا يعني هذا الكلام اللي حضرتك عملته، أنت جئت من سوريا، أنت جئت من سوريا. له دقيقتان. الشيخ جاء من سوريا، وفي سوريا حوزات علمية وعلماء ومراجع. لا لأنه وهذا الكلام أعاده في أكثر من برنامج ورد عليه أكثر من ضيف في أن هذه الروايات روايات غير صحيحة. لا. سيدنا شيخ محمود بعد إذن حضرتك، محاولة إعادة الأمر كأنه يدعو إلى فتنة. لك 5 دقائق ترد عليه. كأنه يدعو إلى فتنة، وأنا أشيك عن أن يكون شيخا للفتنة. سجل ما شئت ورد في وقتك، تفضل يا شيخ. الأمر الثالث عدنان، عشان هناك من هو على التليفون. ليست نقطة البحث من أحدث الفتنة مع الحوثيين في اليمن، وليست نقطة البحث من قتل المسلمين بالعراق بالاسم، وليست نقطة البحث من أحدث الفتنة بمصر بالتشيع، وليست في مصر.